ومع نهايه الشوط الاول عندي تعليق بسيط بس، هفضل مخنوق من لعب اي فريق مصري اقسم بالله. تحسها بقت ثقافه، هي ثقافه انتشرت فينا. هم كبالميروس ما شاء الله اي كوره في ثانيه الا ثانيه تلاقيهم في منطقه جزائك. احنا بقى اي هجمه بتفطس مننا، عايزك تجيب لي هجمه مرتده للاهلي في المباراه كلها كملها وسببت خطوره، تيجي تبص لا مفيش خالص. هي بس هجمه بن شرقي الاخيره اللي شاطها والحارس صدها، بس مفيش اي هجمه تاني النادي الاهلي خالص. واخر تعليق بس بعد الشوط الاول ان زيزو محتاج يظبط رجله شويه وهو بيرفع، وده انا كتبتها بعد الشوط الاول، قلت محتاج يظبط العرضيات بتاعته. ما شاء الله يعني في الشوط الثاني احنا جايين اهو، احنا جايين، ما انا جاي لك. مع بدايه الشوط الثاني في الدقيقه 47 هجمه خطيره جدا من بالميراس بيلعبها عرضيه بتعدي، عد معايا، بتعدي من هاني، بتعدي من داري، بتعدي من ياسر، والشناوي طبعا صعب يطلع عليها. مين بيلاقيها مهاجم بالميراس اللي معاه حياة الله بيحاول ياخدها هو والشناوي، والحمد لله بينقذوها. يعني تخيل عرضيه تعدي والمشكله انها عرضيه ارضيه، يعني مش عرضيه عاليه، لا هي عرضيه ارضيه بتعدي من 3 مدافعين ليك. فاحنا مش حاسين ان في حاجه غلط مثلا، لا الكره بتترد، فاول علينا، ضربه حره مباشره من مكان بعيد قوي، مكان جالنا اصلا فيه فاول في الشوط الاول ما استغلناهوش، وهم ما شاء الله فاول يلعبوا عرضيه وسام ابو علي الهدف الاول. يعني ما تعرفش الصراحه، مش عارف، انا مش عايز احكم برضه، هي الكوره باينه انها قلشه، بس يعني نجيب اللاعب ده طيب يلعب لنا عرضيه، طيب لو سامي يجيبها هناك جون، مفيش. يعني اللهم الاعتراض بجد، مفيش حظ اسوأ من كده. الهدف الاول لبالميراس 1-0 بهدف ذاتي لوسام ابو علي في الدقيقه 55. بعد الهدف ده بحوالي 6 7 دقائق بتجي لهم ضربه حره من نفس المكان بيلعبوها بنفس الطريقه، ولكن المره دي بدل ما تروح لراس لاعب بتلف وتروح على الجون على طول. الشناوي بعد ما تقدم بيرجع لها. انت متخيل اصلا احنا كنا فين، والحمد لله الشناوي بيلحقها قبل ما يجي لنا جلطه في الوقت ده يعني.